لأول مرة بتاريخ العراق اسم وزير عراقي يدخل رسميا بقوائم مراقبة الإرهاب الأمريكية. بقرار مفاجئ وتصعيد غير مسبوق من واشنطن، وزارة الخارجية الأمريكية سحبت وألغت رسميا فيزا وزيرة المالية السابقة طيب سامي، وخلت اسمها مباشرة على لائحة مراقبة الإرهاب مع منعها نهائيا من دخول أراضيها. حسب شبكة فوكس نيوز، التحرك اجى بعد ضغوطات ومذكرات من نواب بالكونغرس وجهوا اتهامات مباشرة تخص تسهيل تمرير وتمويل أموال لجهات مصنفة إرهابيا عبر النظام المالي والمصرفي العراقي خلال فترة إدارتها للوزارة في الحكومة السابقة. هاي الخطوة تعتبر سابقة خطيرة وتفتح تساؤلات كبيرة حول تشدد الرقابة الأمريكية على حركة الدولار ومسؤولي النظام المالي في العراق. برأيكم، هل هذا الإجراء بداية لموجة عقوبات أوسع لو مجرد قرار فردي؟ شاركونا بآرائكم بالتعليقات.